ناقشت اللجنة العليا للحج في اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد رئيس اللجنة الدكتور محمد شبيبة سير الاستعدادات والتحضيرات الجارية لموسم الحج للعام الهجري الحالي عام 1445. وأقرت اللجنة في الاجتماع الذي ضم عبر الاتصال المرئي نائب وزير الصحة الدكتور عبد الله دحان التقرير المقدم من لجنة التحليل والمفاضلة بشأن عروض خدمات الحج المقدمة من الشركات السعودية مع التركيز على جودة الخدمة والاستجابة السريعة والمصداقية في التعامل. وتطرق الاجتماع إلى الاشتراطات الصحية واللقاحات الإلزامية للحجاج وكذا الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل اللجنة وسبل تجاوزها بما يسهم بالارتقاء بخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام. وأكد الوزير الشبيبة على ضرورة تلافي قصور وأخطاء موسم الحج في العام الماضي بما يسهم في تقديم خدمة متكاملة للحجاج.